محادثة. خلينا نمشي البديع ونرجع للبلاتو. بديع بن جمعة، انت نتصور انت بدك زاد سمعت بالحادثة هذيا البارح. هل اللي صار هذايا عادي معناها؟ ما هوش عادي، لكن ما نستغربوش. تعودنا، خلينا نقولوا صراحه ونقولوا كل شيء معناها، نحطوا كل شيء على الطاوله، معناها ماهوش جديد علينا. معناها اللي عملوا المسؤول الجمعي هذا عملوه برشا مسؤولين جمعيين سابقين، بالتالي المشكله وكاني بالتاريخ يعيد نفسه، وفي كل مره باش نشوفوا نفس الصور ونفس ردود الفعل ونفس ما سيحدث بعد نهايه هذا الكلام. معناها الخيبه هذه ما نعتقدش مع اللي صار الكل ومع الحدث هذا اللي في اعتقادي ما يجوش يكون حادث عابر ويمر مرور الكرام، لانه في النهايه يمس تصوير تونس. معناها اذا كان المنتخب الوطني التونسي كرويا ضر بصوره البلاد، فانه حتى مسؤوليها يضروا بتصوير تونس في حال انهم ظهروا بالشكل هذا. ونأكد كلام احمد، انا سمعت بالخبر من شخص محايد اجنبي يحمل جنسيه عربيه، هو اللي اتصل بي واعطاني المعلومه هذه، وزاد اعطاني معلومه اضافيه، قال لي انه نائب رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم كان مهدد بعقوبه توصل ل8 مباريات، وبنصيحه من رئيس الاتحاديه والجامعه الملكيه المغربيه فانه تغيب عن مباراه امس حتى لا تصدر في حق هذه العقوبه.